قصر عابدين أشهر القصور التي بنيت أثناء حكم الأسرة العلوية. بدأ بناؤه عام 1863 واستغرق 12 عاما. اشترك في تشييد القصر مهندسون وفنانون مصريون وأجانب من الإيطاليين والفرنسيين والأتراك تحت إشراف المهندس ديكورير روسو. تم بناء القصر على مساحة 25 فدانا، وسمي عابدين لأن مكانه كان يوجد به منزل لأحد الأمراء اسمه عابدين بك. أصبح القصر مقرا للحكم في مصر منذ عهد الخديوي إسماعيل في النصف الثاني من القرن ال19، وتولى فيه الحكم على مدى أكثر من 100 عام 5 من أسرة محمد علي، كان آخرهم الملك فاروق. بعد قيام ثورة يوليو عام 1952 ضد الحكم الملكي، فتحت أجزاء من القصر كمتاحف للجمهور، وشغلت بعض الأماكن فيه المكاتب الحكومية، وأغلقت أجزاء منه لفترات طويلة، مما تسبب في أضرار كثيرة للقصر. في نهاية السبعينيات أمر الرئيس الراحل أنور السادات بترميم قصر عابدين وإعادته لصورته الأصلية لاستقبال ضيوف مصر. وفي مطلع الثمانينيات أمر الرئيس حسني مبارك أن تعاد لقصور الرئاسة قيمتها الفنية والتاريخية بالترميم الشامل والتسجيل التاريخي لكل مقتنياتها. وأثناء عملية الترميم ضرب مصر زلزال عنيف عام 1992 أحدث أضرارا كبيرة لكشك الموسيقى وكشك الشاي والصالون الأحمر وقاعة قناة السويس وجناح الملكة، الأمر الذي أدى إلى إطالة فترة الترميم والتطوير والصيانة التي شاركت فيها أجهزة الدولة المختلفة بالتعاون مع رئاسة الجمهورية. وبعد هذا الجهد العظيم أصبح قصر عابدين من أجمل القصور في العالم. البهو الرئيسي للقصر بعد الترميمات التي تمت بدقة ومهارة فائقة عاد إلى صورته الأصلية. أبدع الفنانون في تجديد النقوشات والحفاظ على طراز البناء. ما تم من عمل فني لإعادة الجمال إلى قصر عابدين يعتبر ثورة معمارية غير مسبوقة. ممرات القصر تؤدي للأجنحة الملكية، وكان لكل جناح اسم خاص. قاعة قناة السويس لوحة
تصور احتفالات قناة السويس رسمها الفنان ريو، الفنان المفضل للخديوي إسماعيل. ولوجود اللوحة سميت القاعة قاعة قناة السويس. الترميمات حافظت على الطراز النادر للبناء. في القاعة البيزنطية تجلى الفن الإسلامي والقبطي والبيزنطي، وعلى الجدران قصص مصورة من الأدب العالمي. جناح الملكة يعود إليه جماله النادر بعد لمسات الفنان لتجديد النقوشات والألوان. في صالة الطعام تقام الولائم لكبار الشخصيات. طراز البناء في صالة الطعام له طابع خاص لا يتكرر في قاعات القصر. الصالونات الرئيسية بقصر عابدين أعيد الجمال لجدرانها وكل قطعة فيها. ساعة نابليون أبدعها الفنان العالمي سوليه. جناح الضيافة سمي بالجناح البلجيكي لأن أول من نزل فيه كان ملك بلجيكا ألبرت الأول. قطع الأثاث صنعت لتوضع في مكانها بالقصر، وصممت نقوشاتها لتناسب رسومات الجدران. قاعة العرش صممت على الطراز الإسلامي، وكذلك النجفة ذات الطوابق المتعددة. كرسي العرش كان يجلس عليه الملك في اجتماعه برجال الدولة. كشك الشاي أعيد بناء الأجزاء المهدمة بمهارة كبيرة ليعود كما كان تحفة فنية رائعة. كشك الموسيقى بعد أن كادت تضيع معالمه تماما، أصبح كل ركن فيه يحكي عن طرازه الفني الأصيل، لأن الترميم عاد له الرونق والجمال.
بعد إعادة القصور الملكية لشعب مصر، حفظت مقتنيات القصر في مخازن، واليوم خرجت المقتنيات لترى النور وليشاهدها رواد متاحف قصر عابدين. أدوات الطعام والشراب من الفضة الخالصة والفضة المطعمة بالذهب. مجموعة نادرة من الجاليهات للفنان الفرنسي إيميل جاليه. باب باريس. متاحف قصر عابدين. في متحف الأسلحة مدافع صنعت في القرن الثامن عشر، وبعضها يرجع لعهد محمد علي، ويضم مجموعة كبيرة من الأسلحة الدفاعية والدروع. معظم السيوف والخناجر من المجموعات النادرة. خنجر عربي محلى بالذهب ومرصع بالماس، مهدى من الملك عبد العزيز آل سعود إلى الملك فاروق. متحف الأسلحة النارية يضم مجموعة نادرة من الأسلحة تعود للقرنين السابع عشر والثامن عشر. مجموعة مسدسات نابليون وطبنجات الخديوي إسماعيل. متحف الأوسمة والنياشين. سيف العدل والتتويج الروسي، مصنوع من الذهب الخالص ومرصع بالأحجار الكريمة، كان يتم به تتويج أباطرة روسيا. اشتراه الملك فاروق من أحد المزادات. مجموعة الأوسمة والنياشين معظمها يخص حكام الأسرة العلوية. وسام الكمال يهدى إلى الملكات وزوجات رؤساء الدول والشخصيات النسائية الهامة. إعادة الجمال والرونق لقصر عابدين